يلا نعمل بسرعة كيكة سريعة ولذيذة وصحية جدا ومناسبة جدا للدايت. مش هستخدم فيها اي نوع من انواع الدهون، هستخدم 3 معالق من دقيق الشوفان، وده كده بحصة نشويات واحدة. وبعدين هكسر عليهم بيضاية، ودي كده حصة بروتين. هحط عليها رشة فانيليا علشان بس طعم البيض. هقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يبقاش فيه تكتلات خالص. وبعدين هسيبها لمدة 10 دقايق على جنب لحد ما احضر باقي المكونات بتاعت الوصفة. هجيب كوباية من اللبن وثمرة جوافة واحدة ومعلقتين معيارين من السكر الدايت، وهخلطهم مع بعض في الخلاط وهصفيهم كويس قوي. كده حصلت على عصير الجوافة، وده هستخدمه معايا في الوصفة. هجيب الميكس اللي كنت عملته من شوية وهحط عليه العصير وهقلبهم كويس قوي من بعض لحد ما احصل على سمك الكيكة. هكون مسخنة الفرن من قبلها وهدخلها. دي طلعت معايا بالشكل ده بعد ما جهزت. انا الفرن عندي بارد شوية فسبتها ربع ساعة على النار العالية وبعدين ربع ساعة على النار الواطية، بس كل واحد طبعا على حسب فرنه وعارف هو بيسوي الكيكة بتاعته ازاي. طلعتها جهزت معايا بالشكل ده، كمية كبيرة وحلوة من حصة نشويات واحدة، ونشويات صحية اللي هي دقيق الشوفان. هتحسسني بالشبع، هتخليني مزاجي عالي قوي على الصبح. حسيت ان انا اكلت حاجة مسكرة ولذيذة، ما بوظتش الدايت خالص، وفي نفس الوقت شبعتني. طعمها حلو قوي، اتمنى ان انتوا تجربوها بجد، هتعجبكم ومش هتبوظوا الدايت خالص، هتتحسب من ضمن حصصكم اليومية. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم، وبالهنا والشفا.